السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض القرص الفلاحي على اصولها بطريقه سهله ومكونات بسيطه جدا على قد الايد. بس قبل ما نبدا، لايك وشير للفيديو لو عجبكم علشان نوصل لاكبر عدد من الناس، وما تنسوش تشتركوا في القناه علشان يوصلكم كل جديد. هنسمي الله. جبت بوله وهحط فيها 3 كوبايات دقيق، والكوبايه تكون مليانه بشكل هرم زي ما انتم شايفين طبعا، والدقيق لازم يكون منخول كويس جدا. وهضيف عليهم معلقه كبيره خميره، يعني ظرف خميره من اللي انتوا شايفينه ده. وهضيف كمان معلقه كبيره سكر وربع معلقه ملح. ودي الكوبايه اللي انا عايرت بيها الدقيق، مج الشاي العادي اللي موجود في كل بيت. تمام. هقلب كل المكونات الجافه كويس جدا مع بعض. تمام. مكوناتها بسيطه جدا على قد الايد زي ما قلت لكم يا جماعه بجد. وبنفس الكوبايه اللي عايرت بيها الدقيق هضيف بيها نص كوبايه زيت. هقلب كويس جدا الدقيق مع الزيت كويس، يعني زي ما بقولوا كده هبس الدقيق بالزيت كويس جدا لحد ما الدقيق يمتص كل كمية الزيت. تمام. عايزة اقول لكم من القرص دي من حلاوتها وطعمها هضاعف الكمية وهعمل نفس المقدار وهتشوفوه معايا في اخر الفيديو. تمام. ومعايا هنا كوباية لبن رايب هبدأ اضيفها بالتدريج، واللبن يكون بدرجة حرارة المطبخ، ما يكونش من التلاجة علشان ما ينشفش معاكم القرص يا جماعة. تمام. بنفس الكوبايه اللي عايرت بيها الزيت والدقيق هي اللي عايرت بيها اللبن. العجينه ممكن تاخد معاكي كوبايه من اللبن الرايب او كوبايه ومعلقتين حسب نوع الدقيق اللي موجود عندك. تمام. ممكن كمان تضيفوا معلقتين كبار قشطه من على وش اللبن، هتخلي طعم القرص تحفه. بس هتضيفوا القشطه على العجينه قبل ما تضيفوا اللبن الرايب. تمام. وممكن كمان تعجنوا باللبن الخض اللي بيطلع من الزبده البلدي، هتخلي طعم القرص تحفه ايضا. هقول لك معلومه على السريع ازاي تحولي اللبن الحليب للبن رايب. لو عندك كوبايتين لبن حليب هتغليهم وهتسيبيهم لحد ما يبردوا ويكون اللبن دافي كده زي دمع العين. هتجيبي معلقتين كبار زبادي بلدي وهتهرسيهم في طبق وهتضيفيهم على اللبن، وبالمضرب السلك اليدوي هتقلبي اللبن مع الزبادي كويس جدا لحد ما الزبادي تختفي تماما. وبعد كده هتسخني الفرن وهتطفيه وتدخلي اللبن وتغطيه وتسيبيه في الفرن لمدة ساعة أو ساعة ونص. في الوقت ده هتلاقيه بقى لبن رايب تستخدميه في أي وصفة أنت محتاجاها. تمام. خلاص العجينه اتلمت وبقت جاهزه معايا، هغطيها وهسيبها في مكان دافي لحد ما تخمر وتعلى معايا. كده العجينه اختمرت وبقت جاهزه معايا. هضغط عليها كده من النص علشان اخرج كل الهواء اللي فيها. هقسم العجينه لقطع صغيره وهكورها زي ما انتم شايفين. انا عايزه القرص تكون كلها نفس الحجم، علشان كده حاطه جنب ميزان بوزن كل قطعه من العجينه 50 جرام علشان في الاخر يكون الحجم متناسق وشكلها حلو كمان. تمام. اول قطعه عجين قطعتها وكورتها هي دي اللي هبدا بيها تشكيل القرص. تمام. خلاص قطعت كل كميه القرص بشكل متساوي وكورتها زي ما انتم شايفين. هغطيها وهسيبها جنبي علشان ما تنشفش، وهبدا اشكل القرص باول قطعه عجين قطعتها. تمام. هاخد قطعه العجين وهبدا افردها بسمك متوسط، لا هي تخينه قوي ولا رقيقه قوي. تمام. حلو قوي كده. ومحضره جنبي صاج ما دهنتوش حاجه خالص، وما تقلقوش القرص مش هتلزق في الصاج وهتشوفوا معانا في اخر الفيديو. تمام. نحاول يا جماعه على قد ما نقدر ما نخليش القرص رقيقه قوي علشان ما تنشفش مننا في الفرن، يعني نخليها سميكه سنه. ودي القرص بعد ما شكلتها هغطيها وهسيبها لحد ما تخمر وتعلى معايا. تمام. وهنا عملت مقدار تاني زي ما قلت لكم علشان اضاعف كميه القرص. تمام. ودي القرص بعد ما خمرت وقليت معايا زي ما انتم شايفين. الاول هسخن الفرن كويس جدا، وبعد كده هدخل القرص الفرن على الشبكه في النص على اعلى درجه حراره علشان ما تنشفش مني. اول ما القرص تاخد لون ذهبي من تحت هنطفي تحت ونولع الشوايه تاخد لون ذهبي خفيف وتبقى بالشكل الحلو ده. شايفين القرص ما لزقتش مني في الصاج وواخده لون ذهبي موحد من فوق ومن تحت زي ما انتم شايفين. على طول وهي سخنه كده هنقلها في صينيه تانية وهغطيها بفوطه علشان تفضل طريه معايا. تمام. طبعا الولاد واقفين جنبي عايزين يدوقوا ولازم ندوقهم طبعا. على طول وهي سخنه كده هنغطيها بفوطه علشان تفضل طريه معانا. تمام. ودي كل كميه القرص اللي انا عملتها النهارده. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ ولا ريحتها وطعمها اللي كانت قلب البيت؟ يلا بقى حضروا طبق جبنه بيضه وكوبايه شاي بلبن وافطروا بقى احلى فطار واحلى عشاء مع كل حبايبكم. ربنا يحسن ما بين ايديكم في كل حاجه بتعملوها. يا ريت تدخلوا تعملوا جوله في قناتي، انا منزله فيديوهات بجد هتفيدكم كتير. ولايك وشير للفيديو لو عجبكم علشان نوصل لاكبر عدد من الناس. ولو لسه ما اشتركتوش في القناه اكيد هيسعدني وجودكم واشتراككم في قناتي. اشوفكم على خير في فيديو جديد، ومع السلامه.